تحية طيبة للإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتعرفوا فيه على بعض اللاعبين المغاربة اللي رفضوا أنهم يمثلوا إسبانيا ومثلوا المغرب على الرغم من أنهم تزادوا وكبروا في إسبانيا. غنبداو بآخر واحد التحق اللي هو السي إبراهيم، اللي فرحان بأنه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي على الرغم من أنه لعب في جميع الفئات السنية ديال منتخب إسبانيا وفي الآخر دار لهم باي باي. ثاني واحد هو يوسف خديم، لاعب فريق شبان ريال مدريد، الجناح الطائر، الجناح الايسر اللي كيتطبخ في نار مهيله، اللي غادي يكون هو الخليفه ديال حكيمي. ثالث واحد هو ادم ازنو، لاعب فريق بايرن ميونخ الحالي وبرشلونه سابقا، حتى هو رفض اسبانيا وغادي يمثل المغرب. خامس واحد هو الياس اخوماش، واحد من مواهب برشلونه اللي الان كيلعب في ريال بيتيس الاسباني، لاعب خيالي اللي اختار تمثيل المغرب ورفض اسبانيا. سادس واحد منير المحمدي، الحارس المغربي الغني عن التعريف، اللي حتى هو قال اسبانيا باي باي شحال هادي. سابع واحد اسماعيل السيباري، الموهبه اللي استمتعنا به كامل في البطولات اللي فاتوا، وحتى هو اختار المغرب واخا حتى هو تزاد وكبر في اسبانيا قبل ما يمشي لبلجيكا. واخر واحد واحسن واحد اللي هو النجم الكبير اشرف حكيمي، النجم اللي كاع المغاربه كيموتوا عليه، حتى هو من اللعابه اللي رفضوا اسبانيا اللي ندمت اشد الندم على الفقدان ديالو.